لم يكن لشبكة التآمر على أمن الدولة والتخابر مع أجهزة استخبارات أجنبية المعرفة باسم شبكة 25 عميلا بزعامة المدعو وليد البلطي التي تم الإطاحة بها مؤخرا لتنجح في اختراق الدولة وتوجيه أجهزتها لولا تقاربها وتحالفها مع رئيس الدولة قيس سعيد الذي سهل أمام زعيمها وبقية أعضائها ممارسة أعمالهم الاستخباراتية بكل حرية واستغلال المؤسسات الحساسة في تنفيذ مخططاتهم التجسسية والتآمر على أمن الدولة الداخلي وتجميع معلومات ذات درجة عالية من السرية لصالح جهاز استخباراتي خارجي يقوده ضابط استخبارات أجنبي يدعى جون بيار مانجيبون. خلال التحقيقات لم يخفي زعيم الشبكة وليد البلطي صلته برئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا أنه قد جمعته به علاقة صداقة شخصية امتدت لسنوات بعد أن اعترف بأنه كان في فترة من الفترات ينفق على سعيد ويقدم له مساعدات مالية بعد مروره بظروف صعبة مع توتر علاقته مع زوجته وعائلتها وحاجته للمال، خصوصا عندما وضع سنة 2016 في مستشفى الأعصاب وحيدا ولم يكن يتردد على زيارته سوى عدد قليل من الأشخاص. بداية انبساس البلطي داخل الدولة سبقت صعود قيس سعيد إلى الرئاسة بسنوات بوصفه أحد مؤسسي التيار الديمقراطي، لكن تعارفهما سنة 2016 تزامن مع عمله وتقاربه مع حكومة يوسف الشاهد. لذلك قام في فترة الانتخابات الرئاسية سنة 2019 بالاستثمار في أكثر من مرشح من بينهم قيس سعيد وعبير موسى، وذلك بعد بروز مؤشرات ترجح عدم إمكانية مرور الشاهد إلى الدور الثاني، وهو ما دفعه للعب أكثر من ورقة وتوسيع فرضية اقتناص المرشح الفائز الذي سيعول عليه في حال صعوده إلى الحكم لاحقا لخدمة مصالحه. ساهم وليد البلطي بشكل كبير في حصد قيس سعيد بغالبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية واحتلاله المرتبة الأولى ضمن قائمة المرشحين، وذلك بفضل العمل الذي قامت به شركته للقمار ومكاتبها المنتشرة بكامل تراب الجمهورية في الدعاية له لدى الأوساط الشبابية عبر تقديم عروض مغرية لهم وتحفيزات متعلقة بخصم المبالغ المطلوبة لدخول منافسات ألعاب الرهان ومضاعفة قيمة المرابيح مقابل الذهاب للتصويت لقيس سعيد والاستظهار بصورة من داخل خلوة الاقتراع تفيد ذلك، وهو ما مكن سعيد من حصد عشرات الآلاف من الأصوات بهذه الطريقة. كما استندت الخطة الدعائية لقيس سعيد خلال الحملات الانتخابية والتي قادها وليد البلطي على حملة لوبينج عبر شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة مجموعة من صفحات الممولات بالعملة الصعبة يشرف عليها المدون أشرف بربوش المذكور ضمن قائمة 25 عميلا، إضافة للدور الذي لعبته شركات تسويق عديدة منها شركة تيك أوف المختصة في التسويق الإعلامي في قيادة الخطط الاتصالية لحملة سعيد عبر مجموعات من المنصات المتنوعة. وهذه الشركة مملوكة لريم العطوشي التي ذكر اسمه أيضا في الأبحاث بعد أن تم رصد محادثة بين البلطي والعميل الفرنسي جون بيار مانجيبان عرض عليه فيها الاستعانة بالعطوشي في الانتخابات البلدية الفرنسية الأخيرة، مؤكدا أنها تتمتع بخبرة بفضل المجهود الذي قدمته خلال الانتخابات التونسية سنة 2019. وبالتالي يتضح أن البلطي ساهم بشكل كبير عبر شركات التسويق الإعلامي وصفحات الفيسبوك الموضوعة تحت تصرفه في توسيع القاعدة الانتخابية لقيس سعيد إلى أكثر من 600,000 ناخب في الدور الأول، في حين أنه لم يكن يتجاوز 200,000 صوت لولا تدخله، وهو ما مكن سعيد من تصدر السباق الانتخابي في الجولة الأولى ليدخل الدور الثاني بأفضلية عن باقي المترشحين، خصوصا مع مضاعفة البلطي لدعمه له سواء خلال المناظرة التي أعد لها المحاور الرئيسية التي يجب التركيز عليها، وأشار عليه بضرورة إثارة مسألة التطبيع لتحقيق شعبية أوسع. يتضح بذلك الدور المحوري والفارق الذي لعبته شبكة التخابر في تصعيد قيس سعيد
إلى رئاسة الجمهورية من العدم، والدليل